أخيرا يا صديقي العزيز، وبعد طول انتظار وأسئلة كتيرة جدا، هو في اشتراك منفصل لليالي الامتحان؟ وإيه هي ليالي الامتحان اللي سمعنا عنها السنة اللي فاتت واللي جه منها أكتر من 90% من الامتحان؟ وللمصداقية برضه يا صديقي هنسيب لك لينك الفيديو اللي طلعنا اتكلمنا فيه عن امتحان السنة اللي فاتت وخرجنا معظم أسئلة الامتحان من ملزمة ليالي الامتحان اللي كنا حلينها مع طلابنا، علشان قلبك كده يكون مطمن. هنسيبها لك في أول كومنت وفي الديسكريبشن. السلام عليكم حبايبنا الغاليين، طلابنا طلاب ثالثه ثانوي ازهر المجتهدين في كل مكان، عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وفي افضل حال. اهلا بك يا صديقي العزيز في الفيديو الخاص بتفاصيل رؤيه ليالي الامتحان الشهيره جدا، واللي باذن ربنا سبحانه وتعالى لن يخرج عنها الامتحان. فكالعاده يا صديقي عايزك كده مصحصح ومركز، لان الفيديو ده ب60 درجه. طبعا يا صديقي العزيز امتحان الاحياء يوم 24/6، وقبله امتحان الكيمياء يوم 20/6. فانت عندك قبل امتحان الاحياء 3 ايام ونص، ودي مساحة كبيرة جدا تقدر تلم فيها المنهج، ولو مش مظبط حاجة تظبطها، وحتى لو كنت مظبط المنهج تلحق تراجع كويس جدا وتحل اسئلة كتيرة جدا بحيث تدخل الامتحان وانت مطمن. ومن هنا جت فكرة رؤية ليالي الامتحان، وكان بدايتها السنة اللي فاتت، وزي ما قلت لك والله العظيم جي منها كتير جدا 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 في الامتحان بالنص، وزي ما قلت لك روح اتفرج على الفيديو. رؤية ليالي الامتحان هدفها يا صديقي ان هي تستغل ال3 ايام ونص دول بشكل كافي ووافي، يخليك تدخل تفرم امتحان الاحياء وانت حاطط رجل على رجل. في ال3 ايام ونص دول احنا بنستغل كل ساعه، كل دقيقه وكل ثانيه، بحيث ان احنا نوصلك لليفل الوحش، ليفل التوب. خلاص بقى داخل الامتحان كده وانت قلبك جامد كده ومطمن. عاملين خطه يا صديقي لن يخرج عنها الامتحان، زي ما قلت لك خطه كده ما تخرش الميه لل3 ايام. طب والنص يوم يا دكتور اللي هو بعد امتحان الكيمياء ده هنسيبه كده مش هنستغله؟ لا، هقول لك في اخر الفيديو هنعمل فيه ايه. تعالى يا صديقي الاول نشرح خطتنا في رؤية ليالي الامتحان، نشرح ال3 أيام بالتفصيل بنعمل فيهم إيه، وبعدين نقول لك إزاي ممكن تنضم وتشترك معانا في رؤية ليالي الامتحان. وكمان نقول لك في النهاية زي ما قلت لك كده النص يوم اللي بعد امتحان الكيمياء ده المفروض إحنا بنعمل فيه إيه. اليوم الأول يا صديقي اللي هو هيبقى 21/6 يوم الحد. يوم الأحد ده يا صديقي 21/6 هنعمل فيه إيه؟ زي ما أنت شايف كده إحنا بنمسك اليوم كده يا صديقي نقسمه لفترات. اليوم عندي بيبقى مقسم ل4 فترات هشرحهم لك بتفاصيل التفاصيل، فعايزك مركز. في ليالي الامتحان يا صديقي العزيز بنبدأ يومنا نشاط كده وحيوية الصبح كده من الساعة 7. في اليوم الأول من رؤية ليالي الامتحان الفترة الأولى دي بتنقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى من الساعة 7 وحتى الساعة 11 دي هتسمع فيها فرم الدي ان ايه. يعني ايه هسمع فيها فرم الدي ان ايه؟ يعني هتسمع فيها مراجعة الدي ان ايه كده بشكل مكثف. الريتم بيكون سريع، اي نعم احنا عارفين، ولكن فيها كل المعلومات وكل التفاصيل اللي سيادتك بتكون محتاجها. بنيجي بعد كده من الساعة 11 ونص للساعة 1، احنا سيبنا لك كده ايه يا صديقي نص ساعة كده ايه تريح فيها، تقوم تعمل لك كوباية شاي، تعمل لك كوباية نسكافيه، تاكل لك سندوتش وترجع لنا. من الساعة 11 ونص للساعة 1 مساء بقى مش صباحا بنحل ملزمه ليالي الامتحان، وامتحان شامل على الدي ان ايه. طب الكلام ده بيحصل ازاي يا دكتور؟ ملزمه ليالي الامتحان يا صديقي دي ملزمه احنا عاملينها لك بنظام الازهر مطابقه لمواصفات الامتحان، بيكون فيها اختياري والمقالي بانواعه. بنحلها معاك وبيجي منها نسبه كبيره جدا جدا جدا، وبكرر تاني اهو نسبه كبيره جدا 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 في الامتحان. وبنحل امتحان شامل. الامتحان الشامل ده بيكون على الدي ان ايه من كتاب التفوق في مستويات عاليه شويه كده. وبكده فترتنا الاولى تكون خلصت، فرمنا الدي ان ايه، حلينا ملزمه ليالي الامتحان وحلينا عليه امتحان شامل. الفتره الثانيه يا صديقي بتبدا من الساعه 2، سيبنا لك ساعه تريح فيها وتنتخ من 1 لحد 2، خد راحتك خالص، لحد الساعه 5. دول 3 ساعات هنسمع فيهم فارم الار ان ايه. برضه يعني ايه هنسمع فيهم فارم الار ان ايه؟ مراجعه الار ان ايه بشكل مكثف، كل المعلومات وكل التفاصيل، ولكن زي ما قلت لك بيكون الريتم سريع شويه. بعدين بنبدا من الساعه 5 ونص كالعاده، هنسيب لك نص ساعه كده زي ما قلت لك تريح فيها، تعمل كوبايه شاي، تعمل اي حاجه عايز تاكلها. للساعه 7
ودول يا صديقي العزيز ساعة ونص برضه هنحل فيهم ملزمة ليالي الامتحان وامتحان شامل على الRNA من كتاب التفوق. يبقى كده احنا خلصنا أول مرحلتين أو أول فترتين. الفترة الثالثة بتبدأ الساعة 8 برضه زي ما قلت لك، هنسيبك من 7 ل 8 بقى تصلي وتعمل اللي أنت عايزه يعني. من 8 ل 9 هنسمع فرم الهرمونات في ساعة هنسمع الهرمونات في ساعة بشكل مكثف، كل المعلومات وكل التفاصيل. ثم بعد كده يا صديقي من 9:30 ل 11 هنحل ملزمة ليالي الامتحان وامتحان شامل، كله بقى بنفس النمط كده. انت فهمت الدنيا ماشية ازاي. الفترة الأخيرة من الساعة 11:30 للساعة 1 هنسمع فرم الفصل الأول جيولوجيا. طب يا دكتور انت مخلينا الجيولوجيا في الآخر ليه؟ اتقل وانا هقول لك، ما انا قلت لك في نص يوم انا مش شرحتلكش ولا قلت لك لسه هعمل فيه ايه. وبكده يكون اليوم الأول من رؤية ليالي الامتحان اللي هو يوم الأحد الموافق 21/6 انتهى يا صديقي. ندخل بقى صديقي العزيز كده على اليوم الثاني اللي هو يوم الاثنين 22/6. برضه كالعادة يومنا بيبدأ الساعة 7 الصبح. الفترة الأولى من 7 ل 11 هنسمع فرم التكاثر بشكل مكثف، كل المعلومات وكل التفاصيل. نسيبك نص ساعة ونبدأ من 11:30 ل1 نحل ملزمة ليالي الامتحان وامتحان شامل من كتاب التفوق. الفترة الثانية نسيبك تريح أعصابك من 1 ل2 ساعة وتصلي كده وتاكل كده وتروق على حالك. ونبدأ من 2 ل 5 نسمع فرم المناعة، وبعدين من 5:30 هنسيبك برضه نص ساعة، من 5:30 ل7 نحل ملزمة ليالي الامتحان وامتحان شامل من كتاب التفوق على المناعة. يبقى أنا كده خلصت معاك إيه؟ خلصت معاك بيولوجية وتكاثر ومناعة. اتبقى لي دعامة وحركة، واتبقى لي فصلين جيو. الفترة الثالثة في اليوم الثاني هنبدأ فيها من الساعة 8 للساعة 10 مساء نسمع الدعامة والحركة المراجعة. وبعدين من 10:30 ل 12 هنسمع حل ملزمة ليالي الامتحان وحل امتحان شامل من كتاب التفوق. ثم بعد كده الفترة الأخيرة من 12 ل1 هنسمع مراجعة الفصل الثاني جيو. يا دكتور برضه انت مش عايز تريحني، سايب لي الجيولوجيا في اخر اليوم ليه وانا مفرهد، وانا اصلا مشكلتي الكبرى في الجيولوجيا اصلا. هقول لك اتقل بس اصبر. ثم يجي بعد كده يا صديقي كده احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى رجعنا المنهج. خلاص رجعنا المنهج، ما خلصنا البيولوجية والمناعة والتكاثر والهرمونات والدعامة والحركة وفصلين جيولوجي. اليوم الثالث يوم الثلاث ده هيكون يوم 23/6. الفترة الأولى من 7 ل 11 هنخلص على الجيولوجيا الفصل اللي باقي لنا ونشيك عليها ونحل عليها كده. وبعدين الفترة الثانية من 12 ل 5. شوف بقى من 12 ل 5 دول كام؟ يعني عندك 12 و1 و2 و3 و4 دول 5 ساعات. 5 ساعات دول هنحل فيهم امتحانات سابقة من كتاب المرشد. وبعدين الفترة الثالثة من 6 ل 9 دول كام؟ دول 3 ساعات هنحل فيهم برضو شوامل من كتاب الذهبي. ثم الفترة الأخيرة من 10 ل 12 هنحل جيولوجيا مع بعض. وبكده انت الساعة 12 تطفي النور بتاعك وتنام وتصحى تدخل الامتحان وان شاء الله تقفل. طب يا دكتور بالنسبة للنص يوم اللي هو بعد امتحان الكيمياء، النص يوم ده صديقي هيكون مخصص للجيولوجيا. انا عارف ان انت الجيولوجيا فيها مشكلة، فاحنا هنظبطها في النص يوم اللي بعد امتحان الكيمياء وهنسيب لها فترة في اخر كل يوم. يعني احنا هنسمع الجيولوجيا اصلا بالكامل بعد امتحان الكيمياء، وهنحل عليها. مجمع لك ملف في سنوات سابقة اللي هي جت في التربية والتعليم بالنظام القديم، لان انت طبعا لسه كانت تاني سنة فيها جيولوجيا في الازهر. فهنسمع الجيو في النص يوم ده اهو وهنظبطها وهنسيب لها برضه فتره في اخر كل يوم، لان انا عارف ان مشكلتكم الاولى والاخيره هي الجيو. طب يا دكتور ازاي انضم يا دكتور؟ اشتراك ليله الامتحان باذن ربنا سبحانه وتعالى بيكون 150 جنيه. تحولهم كاش على الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشه، وتبعت صوره التحويل واسمك ثلاثي والمحافظه على نفس الرقم ده تليجرام او واتساب وهيتم اضافتك. بس خد بالك يا ريت تشترك بدري، لان السنه اللي فاتت قابلتنا مشكله ان الناس كلها استنت بعد اللجنه اللي قبل الاحياء وكله بقى اشترك وقتها، فساعتها بيحصل ضغط. وللاسف في ناس ما دخلتش الا قبل الامتحان بيوم واحد بس ما لحقتش تعمل حاجه. مش ذنبنا، لان مثلا لما نشوف مثلا 400 500 رساله داخلين علينا مش عارفين نرد على مين ولا مين. فانت ما تسيبش المده قدامك طويله وتيجي تقول لي هنشترك بعد اللجنه اللي قبل الاحياء. ما هو احنا طبيعي هنتاخر عليك، وطبيعي ان انت تخش الجروب متاخر والدنيا تكركب عليك شويه. فحاول تشترك بدري على الاقل قبل الامتحان بيومين. يعني مش بنقول لك دلوقتي، بس على الاقل قبل الامتحان بيومين. هنا يا صديقي بنوعدك باذن ربنا انها تكون الرؤيه زي السنه اللي فاتت كافيه ووافيه، وباذن الله لن يخرج عن الامتحان.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المراجعة ويوفقكم في الامتحان. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.